عيسى زهير حايك من قرية علبون في الجليل هو أحد الباحثين والكتاب الذين اهتموا بتوثيق تاريخ القرية والجذور المجتمعية فيها عبر إصدار سلسلة من الكتب التي توسعت لتشمل التاريخ المنسي لبلدته، وهو ينضم إلينا بالبث المباشر ليحدثنا عن هذه الإصدارات. مساء الخير الكاتب الباحث في مجال علبون عيسى حايك. تحياتي عزيزي، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. تشرفنا فيك. من أين جاءت بداية من هو الكاتب الباحث عيسى حايك من علبون؟ حدثنا أكثر عن نفسك. عيسى حايك طبعا ابن علبون، عمري 25 عام، مدرس موسيقى وتاريخ، وأيضا باحث في التراث الشعبي وخاصة التاريخ الشفهي للنكبة الفلسطينية. من أين جاءت فكرة كتابة علبون التاريخ المنسي والمفقود، وما الذي حفزك على البدء بهذا المشروع؟ نعم، بكل صراحة يعني المشروع انطلق من قبل كتابة كتاب علبون التاريخ المنسي والمفقود. لما كان عمري 17 سنة، أي في 2017، قررت إني بدي أعمل هيك كتيب صغير عن تاريخ عائلتي آل حايك في علبون. ومن هناك بديت أقابل كبار السن في العائلة، وصرت أسمع قصص اللي هي مثيرة جدا وأيضا مؤثرة جدا جدا، يعني كانت تنهمر دموع المسنين مع هاي الروايات. فمن خلال كتيب صغير عن عائلتي الصغيرة المتواضعة في علبون، اكتشفت أنه المسنين في داخلهم وفي ذاكرتهم قصص تستحق التوثيق. وبعد إصدار كتاب آل حايك رحلة في الماضي اللي هو عن تاريخ عائلتي، انطلقت في فكرة أوسع، وهي توثيق مجزرة علبون التي وقعت في تاريخ 30/10/1948. ومن هناك بدأت في توثيق مسنين علبون بشكل عام، وخاصة ذكرياتهن عن مجزرة ونكبة علبون، وهكذا انطلق هذا المشروع. في البحث يعني عمليا عن تاريخ علبون، ما هي أكثر المصادر صعوبة في الوصول إليها، وهل واجهت تحديات في التوثيق؟ نعم بالتأكيد. يعني أولا توثيق المسنين هي مهمة ليست سهلة بالمرة. كما تعلم، يعني المسنين الذين عايشوا النكبة أعمارهم الآن فوق 80، أو الذين لديهم وعي أو ذكريات عن النكبة جميعهم أعمارهم فوق 80. والحصول على مسن لديه هذه الذكريات والقدرة على الحديث بدون نسيان أو بدون أي مشاكل، أو أن تجد مسن في وضع صحي يسمح له بالحديث، هذه مهمة صعبة بحد ذاتها. وأيضا التحدي الأكبر هو مواجهة الرواية الأخرى، الرواية الإسرائيلية. يعني الجيش الإسرائيلي عندما داهم قرية علبون عام 1948، كانت لديه تهمة بأن أهالي علبون قطعوا رؤوس يهود ولعبوا في رؤوسهم لعبة الفوتبول أو كرة القدم. ولكن هذه الواقعة حدثت بعيدا جدا عن علبون في قرية حطين المهجرة، وكانت مع جنود من جيش الإنقاذ، وليس هناك أي علاقة لأهالي علبون بها، ولكن استعملت هذه القصة كذريعة لاحتلال علبون. ومن خلال توثيقي للمسنين وروايات المسنين نفيت هذه الرواية بشكل تام، وليس علاقة لأهل علبون بها من أي جانب كان. لم نقتل أي أحد ولم نقطع رؤوس أي أحد. هذا كان التحدي الأكبر، يعني أن تنبذ الرواية المعاكسة، الرواية الأخرى. سؤال آخر، كيف ترى دور الذاكرة الاجتماعية في قرية علبون اليوم، وهل تشعر بأن الأجيال الجديدة من أهالي القرية على وعي بتاريخها؟ دور الذاكرة الجماعية طبعا هو المشكل الأساسي لهوية علبون اليوم. علبون طبعا هو بلد عربي وطني. جميع أهالي علبون تجدهم متكاتفين في أوقات الضيق، في المحن الصعبة. يعني في حالات الوفاة مثلا تجد جميع أهالي علبون من جميع الأطياف من جميع العائلات متكاتفين متحدين، نحزن لحزن بعضنا. فهذا يعني نتيجة النكبة التي تعرضنا لها. علبون ما يميزها
بأنها القرية الوحيدة على مستوى فلسطين التي هجرت عادت بقرار رسمي من حكومة إسرائيل واعتذار أيضا، وكتب بالخط وأقتبس عن الوثيقة الرسمية من الحكومة التي كتب فيها: ظلم أهالي علبون بما حل بهم في عام 1948. فعلبون من بعد العودة، يعني فقدت علبون قريتها، أهالي علبون فقدوا بيوتهم ووصلوا مخيمات اللجوء، مكثوا هناك 6 أشهر مع اللاجئين، وبعد أن عادوا إلى قريتهم عرفوا قيمة القرية وقيمة البيت وقيمة الوطن، ونحافظ عليه حتى اليوم متكاتفين بيد واحدة. وهذا ما يميز علبون وقصة علبون. ما الرسالة التي ترغب أن يصلها كتابك إلى القراء، خصوصا أولئك الخارجين من القرية أو الأجيال الشابة؟ طبعا بشكل خاص للأجيال الشابة أن يتعرفوا على قصص أجدادهم. أجدادنا عانوا، أجدادنا مروا بلحظات صعبة جدا، شاهدوا الموت يعني أمامهم. مثلا إحدى الروايات لمسنة من مواليد العام 1937 في علبون، عند احتلال علبون في 30 أكتوبر كان يوم ميلادها وكان عمرها 11 عام. قتل أمامها والدها وأخوها في يوم عيد ميلادها، وهجرت إلى لبنان مشيا على الأقدام. فهاي القصة عبرة للأجيال الشابة، يعني ابنة 11 عام يقتل أمامها والدها وأخوها، وتمشي إلى لبنان حافية القدمين. ويعني احنا بنعرف جيل اليوم، بيصل جيل 7 سنين 8 سنين معه تليفون وعنده كل اشي بتمناه بالعالم. فهاي القصة عبرة للأجيال الجديدة انه اجدادنا عانوا، اجدادنا مروا بصعوبات ومحن اللي هي جعلت منا اليوم ما نحن عليه. يعني خاصة عندنا في علبون، لولا حكمة أجدادنا وحكمة القيادات ورجال الدين في علبون كنا ما زلنا حتى هذه اللحظة في مخيمات اللجوء في لبنان، لم نكن نعود إلى قريتنا. فكل قصة مسن هي عبرة للأجيال الشاب. ما التغير الأبرز الذي لاحظته في علبون من خلال بحثك، اجتماعيا، عمرانيا أو ثقافيا؟ اجتماعيا وثقافيا، يعني كما تحدثت قبل قليل، تجد أهالي القرية متحدين متكاتفين في الأوقات الصعبة والمحن نتيجة للنكبة التي تعرضوا لها. يعني كل بيت في علبون عام 1948 فقد شهيد، سقط منه شهيد في علبون. فوجعنا نفس الوجع، عم نتوجع لوجع بعدنا، لوجع جاري. إذا جاري كان عنده محنة أنا بحزن وهو بيحزن على حزني. فهذا الاشي اللي بيميز علبون، يعني نتيجة الكارثة اللي تعرضنا إلها كلياتنا مع بعض، فإحنا اليوم بتلاقينا إيد واحدة ومتكاتفين، ونتأمل إنه نحافظ على هاي العلاقات إلى أبد الآبدين. هذا ما يميز علبون. هل لديك خطط لإصدارات مستقبلية حول علبون أو مناطق مجاورة؟ وإذا نعم، ما هي الموضوعات التي تود استكشافها أستاذ عيسى؟ نعم بالتأكيد. يعني أنا من أكثر من 2 أو 2 سنين ونص بدأت أتوسع خارج علبون، أقابل مسنين مهجرين من قرى أخرى غير علبون، وأعمل الآن على كتاب شامل وضخم سأجمع فيه كل الشهادات التي وثقتها من مسنين عايشوا النكبة. يعني مئات الشهادات الشفوية على التهجير وعلى النكبة والمجازر التي وقعت عام 1948 سأجمعها في كتاب واحد. أخيرا، ما النصيحة التي تقدمها لأي باحث أو كاتب يرغب في توثيق تاريخ بلده أو قريته من خلال تجربتك؟ النصيحة التي أقدمها هي: ابدأ الآن. لكل باحث أو لكل شخص يفكر في التوثيق، ابدأ الآن، لأنه إحنا في اللحظات الحاسمة، في الدقيقة 90 للتوثيق. لأنه المسنين يعني اللي عايشوا النكبة وعايشوا التهجير هن اليوم قلائل جدا جدا، وإذا في منهم ناس موجودين معظمهم غير قادرين على العطاء من ناحية صحية ومن ناحية ذاكرة. فإذا كان في أي حدا مهتم في هذا الموضوع عليه أن يبدأ الآن وفي هذه اللحظة، وإلا سيفوت الأوان للأسف الشديد. لأنه طبعا مع كل مسن بموت إحنا بنفقد ذاكرته، بنفقد تاريخ معه للأسف الشديد. الكاتب الباحث ومدرس الموسيقى والتاريخ عيسى زهير حايك من علبون في الجليل، شكرا جزيلا لك. شكرا عزيزي، تحياتي. مشاهدينا، في نهاية الموجة المفتوحة نذكركم بأبرز وأهم العناوين